دونالد ترامب يقول الاتفاق الأمريكي الإيراني سيوقع غدا وسيقوم بتدمير اليورانيوم المخصب إما داخل إيران وإما في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ذلك أو إثر ذلك التوقيع أو الاتفاق الإلكتروني الذي يشوبه الكثير من التساؤلات، لماذا هذا الاتفاق إلكتروني وعن بعد؟ أليست هاته مؤشر على انعدام الثقة بين الطرفين، أو هو مؤشر آخر بأن هذا الاتفاق هش؟ ونستذكر كيف أن دونالد ترامب أعلن بأنه سيوقف الحرب الروسية الأوكرانية بمجرد أن يصل إلى سدة الحكم، ولكن لم يكن عند وعده، بل أبعد من ذلك. استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بألاسكا وأعلن بأنه سيكون سلام، ولم يكن ذلك. فهل يصدق ترامب أم يريد كسب مزيد من الوقت ويمرر هذا الوقت الذي فيه فعاليات نهائيات كأس العالم 2026 بكندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، أم يريد البحث عن نصر وهمي يسوقه لدائرته الضيقة، خاصة ونحن نقترب من الانتخابات النصفية؟ على العموم، معكم محمد دكران بلايف الآن، فادخلوا جميعا.